ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل القراقيش بالعجوه باسهل طريقه. شوفوا معايا الفيديو. انا دينا ودي قناتي. يا رب اتمنى انها تعجبكم. بصوا معانا هنا نص كوبايه ميه دافيه، حطيت فيها معلقه كبيره سكر ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه وبقلبها كويس، وبعد كده بسيبها اركنها على جنب. هنشوف ايه اللي بيحصل فيها. يعني انا هسيبها كده والكاميرا هتكون جايبه كل حاجه. هنشوف ايه اللي هيحصل في الخميره. انا كده ركنتها. ومعايا هنا طبق للعجن طبعا. معايا كيلو من الدقيق هنخله اهو. لازم ننخله طبعا في اي حاجه، في اي معجنات، اي حاجه بتستخدمي فيها دقيق لازم تنخلي اهو. بننخل الدقيق كله. وانا هقول لكم على المكونات ايه مره واحده عشان ما تلخبطكوش. ده كيلو من الدقيق هياخد معانا ايه؟ معلقتين كبار سمسم محمص، معلقه ونص سكر، معلقه صغيره بيكنج باودر، رشه ملح صغيره خالص، كوبايه زيت وكوبايه سمنه دافيه. السمنه بقى استخدمي النوع اللي انت تحبيه، عاوزه سمنه نباتي، عاوزه سمنه بلدي، زبده، اي حاجه اللي انت عاوزاه او المتاح كمان عندك اهو. حطيت اهو المعلقتين السمسم، نقولهم تاني: معلقتين سمسم، معلقه ونص سكر، معلقه صغيره بيكنج باودر، وكوبايه زيت وكوبايه سمنه بالمج الشاي العادي جدا اهو. بنقلبهم. رشه الملح اهي ما ننساهاش. هنحط بقى بعد كده كوبايه الزيت وكوبايه السمنه، نحط الاتنين مع بعض اهو. هنحط السمنه وبعد كده بقى نبسه زي الكحك. يعني عارفين طريقه الكحك؟ ان هقلبه الاول، هقلبه اهو. بصوا انا بشاورلكوا على الخميره، بصوا الخميره، بصوا بترفع ازاي. يعني شايفين وصلت لحد يعني وش الكوبايه من فوق، ولسه هترفع تاني كمان، وهترفع من غير ما تدلق. يعني هي هتفضل كل شويه ترفع. ده اكبر دليل يبين لك ان الخميره بتاعتك حلوه جدا وشغاله اهو. بصوا انا جبت طبقه وحطيتها فيه ان خفت انها تدلق، بس هي مش هتدلق. وهوريكم لما اجي احطها على الدقيق، هوريكم هتبقى شكلها عامل ازاي اهو. نبص بقى في الدقيق، بنكفي ايدينا ونفضل نبص في الدقيق اهو لحد ما الاقي كل الدقيق كله اتغلف بالسمنه والزيت بتاعتي. يعني الاقي الدقيق كله مفيش حبايه دقيق باينه، كله بيبقى باللون ده. امسك الدقيق الاقيه كله متغلف بالزيت والسمنه. دي اهم حاجه. الحاجه دي بنعملها زي الكحك. يعني الكحك برضو كده بنفضل نبث فيه لحد برضو ما يتغلف بالزيت والسمنه. لا الكحك بيبقى بالسمنه بس، معلش. بصوا بقى شايفين الخميره؟ انا لسه موريها لكم. بصوا عليت ازاي اهو، ما اتدلقتش في الطبق خالص. نحط بقى الخميره ونقلبها. معايا بقى ميه دافيه للعجن. يعني انا دلوقتي حطيت نص كوبايه بس اللي هي بتاعه الخميره. بعد كده هزود بقى بالتدريج حبه بحبه لحد ما العجينه تلم معايا. بصوا احنا مش بنعجن. يعني انتوا هتشوفوني انا مش بعجن. بصوا انا ايدي رايحه جايه، مش بعجن. يعني مش عجين اللي هو مثلا اللي هو عجين ادوس، لا لا، انا مش بدوس، مش بعجن. بصوا انا ايدي رايحه جايه كاني بفرك في العجينه، عشان ده مش هيتعجن. لان لو اتعجن هيقلب معاكي المعجنات، مش هيبقى رقيش، فاهميني؟ لكن ده العيش يتعجن كده، لكن باتيه الكلام ده كله، لكن رقيش كحك الكلام ده ما بيتعجنش اهو. بصوا انا لسه حاساها مفروته شويه، بقيت برضو ازود لها ميه اهو. لو عندك عجان طبعا ممكن تعملي في العجان عادي جدا اهو. بصوا انا مش بدوس، انا رايحه جايبه العجينه اهو. شايفين بايدي الاتنين؟ بصوا مش بدوس، انا رايحه جايبه العجينه لحد ما تلم معايا اهو. شايفين العجينه كده؟ العجينه حلوه معايا، طريقه بقت حلوه. بصوا ولا مفروته ولا بتشقق ولا اي حاجه خلاص. ولمت كمان معايا. بصوا حتى الطبق نضيف جدا
فكده هو كده خلاص اللي احنا وصلنا له، هو ده القوام اللي احنا عاوزين نوصله للعجينه، ان هي كده بقت حلوه قوي. بصوا ولا طريه ولا ناشفه، يعني ولا طريه ان هي بتلزق ولا ناشفه جامد، هو كده قوامها مظبوط جدا. بصوا احنا هنسيبها ترتاح مش تخمر، هترتاح على ما على ما العجوه بتاعتنا، نفرد العجوه بتاعتنا اللي احنا هنحطها، يعني هنغطيها ونسيبها اهو. دي العجوه بتاعتنا، هي عشان الجو حر هي مش ماسكه جامد، فمش محتاجه ان انا احطها على النار، فانا حطيت لها معلقتين سمنه وبقيت افرك فيها بايدي كده، بصوا طريه بتتفرك معايا اهو. فهي عشان الجو حر هي مش ماسكه نفسها، لكن طبعا لو انت حطاها في تلاجة لا، يبقى ممكن مع معلقتين الزيت نحط حبه ميه صغيرين ونحطهم على النار ونوطي عليهم، او في الميكروويف في الفرن لحد ما الاقيها برضو طريت معايا او. بس انا عشان هي اساسا مش ماسكه نفسها جامد فهي بقت كويسه معايا، وانا زودت لها معلقتين سمنه تاني اهو. بصوا طريه ازاي، هي كده جميل اهو. جبت كيس وفردته عندي على رخامه، وهحط برضو كيس تاني من فوق، وحطيت حته من العجوه، وهجيب بقى النشابه اللي هي العجله، بتسهل عليكي جدا فردها وهتتفرد معاكي حلو جدا اهو. نفرد لحد ما نرققها خالص، يعني نخلي العجوه طبقه رقيقه جدا اهو. متنسونيش بقى لو الفيديوهات بتعجبكم متنسونيش في اللايك والشير للفيديو عشان الكل يستفاد وعشان اصحابكم يستفادوا، واللي مش مشترك في القناه يشترك اهو. بصوا شايفين هي كده العجينه ارتاحت هنحطها على رخامه، وبرده هنفردها برده كويس، نخليها طبقه خفيفه ما نخليهاش طبقه تخينه عشان ما يطلعش معانا القراقيش تخينه قوي، تبقى حلوه اهو. بصوا بنفردها كويس، والنشابه دي على فكره حلوه جدا بتسهل علينا الفرد جدا. انا كده هحط بقى العجوه بتاعتنا اهو، وهنشيل بقى. انا بحاول اظبط الكاميرا اهو علشان خاطر تبقى كل حاجه واضحه يعني. هشيل بقى الزيادات اللي حوالين العجوه اهو، عشان لما نلفها تبقى مظبوطه، وبرده لما هنلفها لو في اي زيادات تانية هنشيلها اهو. كده بقى نلفها اهو. وعاوزاكم بقى تقولوا لي خلاص انا وقفت لحد ان انا هلفه على 2، يعني هقسم العجينه دي على 2. عاوزاكم بقى في الكومنتات تقولوا لي ايه اللي بيعجبكم في الفيديوهات، لو في اي تعليق قولوا لي عادي، انا بقبل التعليقات على فكره، حتى لو التعليق ده يعني يعني مثلا بالنقد في حاجه لا عادي انا بقبل، يعني شوفوا ايه اللي بيعجبكم ايه اللي ما بيعجبكوش، لو في اعتراض على اي حاجه قولوا لي بحيث ان انا اغيره واعدله، فاهميني؟ في حاجه في فيديوهات معينه عاوزينها قولوا لي وانا انزلها لكم اهو. كده بقى انا هرش السمسم. انا دهنت الوش، كنت جايبه كوبايه فيها ميه ودوبت فيها حبه عسل اسود وحطيت على الوش السمسم عشان السمسم يلزق. ممكن تحطي ميه بسكر، ميه بعسل ابيض، اي حاجه، المهم ان انت ممكن تحطي ميه، بس المهم ان انت عشان حاجه تلزق السمسم عشان السمسم ما يقعش اهو. هنبتدي بقى نقطعها، مقطعيها قطع بقى صغيره يعني تبقى حلوه علشان هي لسه هتخمر معانا اهو. اهو هنقطعها بقى، وانا طبعا محضره صاج مش مدهون اي حاجه خالص اهو. بعد ما بخلص تقطيع طبعا هرصهم في الصاج اهو. بصوا حتى بصوا طبقات العجوه جوه عامله ازاي، يعني شايفين اللفه باينه اهي معانا. بصوا طبقات العجوه
هنلم بقى كل السمسم الزياده اللي عندنا على الرخامه ده. بصوا انا كده بوريها لكم بالصاج. هنلم كل السمسم الزياده ده، وهلف بقى العجينه عشان الفها من ناحيتي، بحيث ان الحته المظبوطه تبقى برضو نهايه الرول بتاعنا اهو. هلف بقى دي برضو كمان، وهنعمل نفس الخطوات برضو. هنشيل الزيادات وهنحط ميه بعسل على الوش ونحط سمسم. بعد بقى ما بنخلص تقطيع اخر حاجه عندنا، بنسيبه بقى يخمر. بنسيبه يخمر لحد ما بنشوفه، يعني عارفين هو يخمر شويه، حوالي مثلا نص ساعه، عشان برضو لو خمر قوي هيبقى شكله مش حلو، يعني هيعلى زياده، هيبقى شكله مش حلو. فانتوا ممكن تسيبوه حوالي، الجو كويس اساسا، حوالي نص ساعه. وبعد ربع ساعه من الوقت اللي انتوا بتخمروا فيه، شغلوا الفرن على درجه حراره متوسطه اهو. احنا كده دخلناه الفرن وطلعناه كده شكله بعد ما طلع من الفرن. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش في الاشتراك في